بعد الصلاة على محمد وآل محمد، سؤال للأب عن بعض التجارب والحكم والقصص التي مرت عليك في زمان حياتك السابقة. نريد أن نستلهم منها بعض الحكم، بعض الأمور الجيدة لكي نستفاد فيها في هذه الحياة التي ممتلئة بالمصاعب والمحن، وفي الذكرى حكمة ومعرفة، لكي نتعرف على ذلك الوقت الذي لم نكن فيه موجودين. ونتمنى منكم أن تسردوا إلينا بعض الحكايات أو الحكم الموجودة عندكم، وجزاكم الله خير. الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أذكر قصة، واحدة من القصص اللي مرت علي، ألا وهي كنت فيها في وقت العسكرية قبل السقوط النظام السابق. كنا في يوم من الأيام كان في محرم، وتأكيدا ب10 محرم يسوي علينا انذار جيم. هذا انذار جيم يعني ما حد ينزل اهله وما حد يتحرك يمنى يسرى، يبقى داخل الوحدة. وكانت في وقتها كانت الثورة الإيرانية، الإمام الخميني قدس الله سره الشريف. وكانت بأنه نسمع الأمور اللي تجري في إيران لسقوط الشاه. فمن صار الإنذار جيم، اجوا 2 نواب ضباط كانوا في وقتهم، واحد اسمه عبد العال وواحد اسمه صبحي. قالوا هسه احنا وين كذا الحسين. انا دا اسولف القصه لان اذكر الحقيقه، وانما لا ياخذها شخص بانه انا اقول شنو الحسين، شنو تاثيره. هسه انا مصادق، انا مواعظ صاحبتي وذاك موعدين صاحباتنا، وخسه لو مال الحسين هاي وما ادري شنو ثورته وما ادري شلون وحركته وما ادري شنو، حسب ما ينطقون هم. كان ما صار لا انذار ولا هاي. فانا قلت لهم انتم تعرفوا الحسين، كان وياي صديقي وصديق العمر صالح مهدي، كان هو لا رتبة نائب عريف وانا كنت برتبة عريف في وقتها. فقلت لهم انتم ما تعرفون الامام الحسين، لو كان مطبق ثورة الحسين احنا هسه لا بقت اسرائيل ولا امريكا ولا اي دولة من هذا. فذولا راحوا الى ضابط استخبارات رأسا وقالوا له سيدي هذا الشخص نائب ضابط العريف جواد ونائب عريف صالح يحسون على الدولة ويقولون الدولة كفر لأنه شلون خلته أنذار جيم، قلبوها علي. جانا ضابط استخبارات وأخذنا، وكان يسمى النقيب معا، وهو سني من أهل الأعظمية. فجابنا وخلانا مكان صغير، بدالة كان سابقا، وخلانا بيها ربطوا كتافنا للخلف، وشلون تحجون على الدولة وتحجون على الدولة وهذا. وبها بوقتها احنا 2 تونا متزوجين، يعني زواجنا، لكن انا اقدم من عده، يمكن عندي طفل عندي. فمن اجت هاي الشغلة اخذنا ضابط استخبارات، احنا ايسنا، ما حد يأيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فبوقتها قمنا ندعي بيننا وبين نفسنا للإمام الحسين عليه السلام. بالكتي خلصنا وما ادري شنو. آخر شيء بالليل جابونا بالقاعة ودزوا على رئيس عرفاء الوحدة واللي هو نائب ضابط والناس من أهل الناصرية. قالوا له هذول باستلامك للصبح حتى ندزهم للاستخبارات مال الفرقة، حتى ندزهم إلى استخبارات بغداد.
وبذاك الوقت اللي يوصل إلى هاي المرحلة يعني إعدام حقيقي يعني ماكو بيه. فقالوا له هذول يباتون يمك الصبح، إذا راحوا التواليت حراسات مشددة عليهم، وما يتحركون من أسرتهم. يعني كانت الأسرة إحنا قبل ذلك قاعة كبيرة وأسرة، قال له كل هذا تراقبهم على حركاتهم. فبقينا إحنا الاثنين نتظلم، وتعرف يعني في حالة هذا لا أكل لا شرب، يعني قطعنا الأكل وقطعنا هذا، لأنه اثنين ومتزوجين حديثا، وعندنا عائلة وأب وأم، بعدنا شباب أبهات. أمنا أني والدتي عدلة لكنه صالح، صديقي كان والده عدل وأمه. كنا نتناوب بيناتنا أنا وياه بأنه شلون صارت هاي الوضعية وهذا. قلت له إن شاء الله أبا عبد الله الحسين يحضرنا. فكان شخص مهندس اسمه علاء، هذا المهندس كان جندي مكلف. قالوا له إذا تتطوع نعطيك رتبة مقدم، وما قبل بذاك الوقت، قال أنا ما أخدم. الرجل متدين ونعرف إيمانه عشان يلتقي بينا دائما. هو الرجل هذا الجندي مهندس، فهو يعني على احترامه كمهندس ياخذونه يروح بالبهو مع الضباط، ياكل ويا الضباط ويجي ويا هذا، لكنه يلتقي بينا احنا كودا بانه احنا الشيعة، ويعرفنا بانه اكو شغلات تصير بيناتنا مع احاديث. فهذا الشخص كان حاضر واقف. فراح الضابط استخبارات بالليل بالعشاء نتعشى بالبهو، قال له سيدي بصراحة هذول ترى ظلمتوهم. قال له شلون؟ قال له هذول ما حكوا، لكن ذول اعتدوا عليهم. وقالوا تعرف هذول الشيعة والإمام يحبونه وما أدري شنو. فقال له الشخص، قال له عمي لو تعرف أنت ثورة الحسين أو تعرف الحسين عليه السلام لكان ما حكيت على الحسين ولا هذا، وإنما هو ما حد طبق ثورته وبيها استشهد. فالجماعة قلبوا الحديث وجابوا لك يا بهذا الحديث. ضابط استخبارات ويا ضابط توجيه اسمه عبد العزيز صدقوا فيه، قالوا لا هذول الخطية لدتهم أنتم عوائل وفقراء. هذا الحديث بيناتهم نقلناه هو علاء المهندس. فقال لي إن شاء الله ذولا ما راح ادتهم للاستخبارات، لأن من ادتهم للاستخبارات وهاي. قالوا له بعدين ذولا النواب ضباط هم مكلفين، ليش ما يتطوعون إذا هم يحبون الدولة ويحبون وهذا ويريدون يقومون الدولة يصيرون من أنصار الدولة، ليش ما يتطوعون؟ هذول قال لي المطوعين بايعين دمهم للجيش للوطن، ليش ما هذول يتطوعون يخدمون الوطن مثل ما هذول خادمين؟ ليش هالشكل؟ فضابط الاستخبارات بعد بصراحة بعد قال لهم إن شاء الله أنا شوف الوضعية وهذا. فأنا بالليل إحنا نتظلم ما ناكلين وشاربين وهذا، وإذا أنا خفيت شوية يعني سهوة نوم، لكنه رعب عندي وخوف بعد نشاب. قلت أنا على كلمتين راح أروح من وراء هذول. فكأنه في الحلم وإذا جون اثنين نورانيين قالوا لي اقعد وقعد صاحبك. قعد صاحبك. قلت لهم كيف اقعد صاحبي واحنا في حالة ورطة كبيرة ويجوز باكر ننعدم؟ قال لا، اقعد وقعد صاحبك واكلوا واشربوا وما لك شغلة، ان شاء الله محلولة. فقلت للشخص النوراني من انت حتى انا مثلا انت تقول لي؟ قال له دعيت من انت؟ دعيت من؟ قلت له بلى انا دعيت الامام الحسين ان يخلصني من هاي المشكلة انا وصاحبي. قال قاعد صاحبك وانا فزيت لكنه في جو نوراني كأنه بعده كأنه أحضن هالشكل.
هاي قعدة الجماعة الجنود، فزوا اللي شافوني وأصيح أبوس اشكل وأحضن. شاب هذا تخبل، قالوا هذا تخبل، هذا شبيه؟ أنا قاعد صاحبي هم أبو قال شبيك هذا ما ادري شنو، لا تخاف ان شاء الله الحسين يخلصنا، هذا صاحبي. قلت له خلصنا الحسين وهسه ناكل. فطلعت انا سويت عندي دهن وعندي بوتيته، سوينا بوتيته وهاي، قلت له هسه تاكل، لان هذا امرنا الحسين واخوه العباس، لان اثنينهم النورانيين، هذول اثنين هو الحسين والعباس. هم اللي حضرت. فالصبح اكلنا ونمنا. قال لي شلون خاف ناكل واحنا شلون بالاعدام؟ راح نروح للاعدام. قلت له اكل مالك شغل. قلت له والله انا متوقع بانه ابا عبد الله حضرني، ابا عبد الله حضرني انا وياك، ان شاء الله مخلصين من هاي الورطه. فالصبح النقيب دز على رئيس عرفاء الوحده البطريه مالتنا، احنا بطريه صواريخ، دز عليه قال له تجمع لي البطريه. فهذا امتثل إليه وجمع البطريه. فاجى هذا النقيب قدم له الموجود، رئيس عرفاء الوحده قدم له الموجود. ضابط الاستخبارات رأسا احنا قلنا راح يبسطنا قدام الجنود، هذا قبل لا ياخذنا راح يبسطنا قدام الجنود، يعني خايفين فد مرة مرتعبين، يعني خوف، يعني رعب، كأنه داخلين في معركة كلش قوية وخايفين. فمن شفنا بأنه الضابط شوية يعني حركته شوية زينة، قوم ذولا اثنينهم قال لهم تعالوا، ليش تكذبون على العالم وتردون تورطونهم؟ قال لهم اني نقيب معا، اهلي بالاعظميه، واني سني، وما اروح زياره للحسين او فشي، لكنه من يجي طار الحسين امامي جسمي كله يرتعش. فانتم شلون تمشون عليهم؟ ليش ما تتطوعون وتخدمون الوطن؟ هذول قلهم خادمين الوطن. انتم شلون؟ لزمهم بسطهم قدام البطريه المتجمعه. احنا قلنا خاف، بصراحه قلنا خاف بده يسويها لعبه، يريد ياخذنا هذا وما ادري شنو. قال رئيس عرفاء البطريه قال ذولا لانه رعبناهم وصار عندهم رعب وهاي، وهم فقره ما هذا، واخلاقهم زينه وسيرتهم زينه. وسال الضابط التوجيه السياسي وسالت لانه اخلاقهم زينه ذولا. صالح مخابر وانا سايق درع، اثنيناتنا، هو مخابر وياي، احنا اثنيناتنا ما نتفارق، حتى بالتجمع نوقف سوا، لانه ايماننا كان قوي وديننا ومتدينين وكنا الامور كلها هذا. فقال هذول من تنتهي الانذار راسا تنزلهم لهجيتهم حتى يروحون يرتاحون. فاني أدعو إلى صاحبي وصديقي وصديق العمر، لأن من ذيك الفترة لهذه الفترة ما شفته، لأن أنا نقلت بمكان وهو نقل في مكان آخر، فتفارقنا أثناء ثورة الإمام الخميني قبل لا تصير الحرب العراقية. تفارقنا أنا وياه. فقول إذا هو عدل أن يذكرني وأهله بالصالحية أنا أدري به، لكنه رحت ما لقيت. أقول بلكت يأثر على هذا الطريق حتى نتواعد أنا وياه يم الإمام موسى بن جعفر. نشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر لله سبحانه وتعالى على سلامتنا، خلصنا من هذه الشدة. هذه القصة يا أولادي تكون بقي في أذهانكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل محمد.
وهذا دليل محمد. أهل البيت سلام الله عليهم، وهم يوقفون مع كل مظلوم، وهذا هو عنوانهم والعنوان الذي أتوا به، وهم رحمة للعالمين، ونحن بهم نتبارك وبهم نحيا وبهم نتنفس السعداء. أنا أوصيكم بأنه خاف أموت، لأنه هذا الموت أمر إلهي حق على كل واحد، بأنه مشاعر الحسين وشعيرة الحسين لا تنسوها، لأنه أبو عبد الله حضر، ترى ما يحضر أي واحد، ترى هو ويا أي شخص وحاضر ويا أي شخص. وأنا هذه قصة من ذاك الفترة، هذه الفترة يعني اللي صار لها تقريبا 30 سنة أو أزيد من 40 سنة هاي القصة. لما أعرف التاريخ مالها بالضبط، لأن أعرف بأنه بثورة الإمام الخميني، بأنه بعدها سوى حتى بعد بفرنسا بعد ما جاء لإيران بالثورة مال هذه. فأسأل الله التوفيق والصحة والعافية لكم، فأنتم لا تبطلون الشعيرة الحسينية. هذا ما أريد من عندكم، هاي وصيتي، أول وصية اللي أوصيها بها أولادي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الصلاة على محمد وآل محمد، سؤال للأب عن بعض التجارب والحكم والقصص التي مرت عليك في زمان حياتك السابقة، نريد أن نستلهم منها بعض الحكم، بعض الأمور الجيدة لكي نستفاد فيها في هذه الحياة التي ممتلئة بالمصاعب والمحن، وفي الذكرى حكمة ومعرفة، لكي نتعرف على ذلك الوقت الذي لم نكن به موجودين. ونتمنى منكم أن تسردوا إلينا بعض الحكايات أو الحكم الموجودة عندكم، وجزاكم الله خير. الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أذكر قصة، واحدة من القصص اللي مرت علي، ألا وهي كنت فيها في وقت العسكرية قبل السقوط النظام السابق. كنا في يوم من الأيام كان في محرم، وتأكيدا ب10 محرم يسوي علينا انذار جيم. هذا انذار جيم يعني ما حد ينزل أهله وما حد يتحرك يمنى يسرى، يبقى داخل الوحدة. وكانت في وقتها كانت الثورة الإيرانية، الإمام الخميني قدس الله سره الشريف، وكانت بأنه نسمع الأمور اللي تجري في إيران لسقوط الشاه. فمن صار الإنذار جيم، اجوا 2 نواب ضباط كانوا في وقتهم، واحد اسمه عبد العال وواحد اسمه صبحي. قالوا هسه احنا وين كذا الحسين. انا دا اسولف القصه لان اذكر الحقيقه، وانما لا ياخذها شخص بانه انا اقول شنو الحسين، شنو تاثيره. هسه انا مصادق، انا مواعظ صاحبتي وذاك المواعظين صاحباتنا، وخسلوا مال الحسين هاي وما ادري شنو ثورته وما ادري شلون وعركته وما ادري شنو، حسب ما ينطقون هم. كان ما صار لا انذار ولا هاي. فانا قلت لهم انتم تعرفون الحسين، كان وياي صديقي وصديق العمر صالح مهدي، كان هو لا رتبة نائب عريف وانا كنت برتبة عريف في وقتها. فقلت لهم انتم ما تعرفون الامام الحسين، لو كان نطبق ثورة الحسين احنا هسه لا بقت اسرائيل ولا امريكا ولا اي دولة من هذا. فذولا راحوا إلى ضابط استخبارات رأسا وقالوا له سيدي هذا الشخص نائب ضابط العريف جواد والنائب عريف صالح يحسون على الدولة ويقولون الدولة
كفر لأنه شلون خليته أنذار جيم، قلبوها علي. جاني ضابط